مرحبا حياكم الله. بما أن الصيف على مشارف الدخول أو أنه يعني يلفظ أنفاسه الشتاء، باقي بيع الخبل على باثه احتاط من الشتاء. فالشاهد من الحديث أن الزي السعودي لها اتيكيت وبروتوكول. طبعا الاتيكيت والبروتوكول أخذناه من ديواننا ودستورنا ومرجعنا ملوكنا الله يغفر لهم ويرحمهم ويطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين، أمراءنا وشيوخنا هم دستورنا ومرجعنا في الزي السعودي، في اتيكيت وبروتوكول الزي السعودي. فندخل على الصيف تبدأ تشوف الغترة البيضاء سائدة، تبدأ تشوف الملابس البيضاء السائدة، خاصة الغترة البيضاء سائدة في فصل الصيف. الشتاء تكون السائد دائما الشماغ الأحمر. هذا بروتوكول واتيكيت، ملاحظة مهمة جدا نصدرها وننشرها ليعلم الجميع أن اتيكيت الزي السعودي مرتبط بحضارة ومرتبط بديوان ودستور عريق جدا وعميق. برأيك عن المقطع؟ والله أخوي عبد الله الروكان أول شيء له الاحترام والتقدير، أنا أتعلم منه ولا أجي من بعده. لكن ما في بروتوكول له صحة أنه متى تلبس الشماغ ومتى تلبس الغترة. هو الأفضل صحيح على كلامه أنه بحكم الغترة لونها أبيض، الثوب أبيض، فيعطيك إحساس بالبرودة، والغترة أيضا شفافيتها تدخل لك شوي الهواء، تقدر تتنفس، عكس بعض الأشمغة تكون ثقيلة. بس أنا برأيي اللي أشوفه الشخص اللي يلبس دائما شماغ، ما عمري شفت شخص دائما بشماغ يجيك في الصيف يلبس غترة، أو شخص ما يلبس شماغ ويلبس غترة. يعني أنا مثلا عندي وكثير من أمراءنا وملوكنا ما يلبس إلا غترة بيضة، لو تلاحظ صيف ولا شتاء، ولا سواء كان لابس شيء ثقيل ولا خفيف. والبعض ما يلبس إلا شماغ، والبعض عادي يأخذها مسألة اختيارية. مثلي أنا عندي بروتوكول خاص فيني، أنا ما أطلع في لقاء إلا بغترة بيضة، لكن اليوم كسرته ولبست أحمر، قلت ممكن يطلع بشكل أفضل. ومتوارثة من جدي وأبوي ما يلبسون غترة بيضة سواء صيف ولا شتاء، فالموضوع اختياري لا أقل ولا أكثر. البعض ممكن صح مثلا في الشتاء يلبس شال شيء ثقيل، الأشمغة الغامقة تظهر كثير لأنها ثقيلة، الغترة في الصيف. بس أنا ما أشوف إنه فيه بروتوكول ينص إنك تلبس غترة وشماغ، الاختيار في النهاية.